اللي ممكن يقترب أكتر من الكاميرا من هذا الموقف هو اللي يتنصت ويسترق السمع على دقات قلب هذا الطفل. هو اللي يقدر يسمع الحوار الداخلي بين الطفل ده وبين نفسه. هو اللي ممكن يتشمم رائحة هذا الطفل. ويمكن ده جزء من مفهوم الشعر عندي، وبناء عليه أنا هبدأ أعرفكم بنفسي بقصيدة اسمها شهيد. اتفضل. الطير بيئن على الشجر، والدم سايل والوطن بيموت، ظلم الخلايق على الخلايق خطر، والجاي رايح والنهار بيفوت. يا بنت متحنية وقاعدة مستنية بالحزن والحنية، سيبك بقى مني، ده هو أحسن مني. شال الوطن في الروح، شال الوطن في النني، راح مراح براح الأرض بيضمه، فات جراح العمر لون دمه. سيبك بقى واصحى من غفوة، ماهوش موعود ولا مكتوب نغني للجنة، ماهوش موعود ولا مكتوب نفرح لأحزاننا. سيبك بقى ورد بالاسمة، خلاص مليت الفرحة والبسمة، خلاص مليت الفرحة والبسمة. خليني أعيش زي ما عاش عافر كتير يحلم بالخلاص، عافر كتير لكن نهاره مجاش، لكنه كان تقي متقي يخلص الولد الصبي والبنت من ايد المعتدي، والارض من جبروت الطغاة يصرخ حنينه تصرخ خطاه، وتمد فيا الندى ما يسد شرايين النزيف يا ابني الا نبي. الله 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 الله. استاذ ايمن، يعني قلت لي قبل ما نطلع على الهواء ان انت خضت تجارب كتيرة جدا في اقليم وسط الدلتا. شرق. عايزك تكلمني عن الشعر في دمياط. ازاي ابتديت مع الشعر؟ هل الشكل التقليدي قصور الثقافة وأندية الأدب، ولا كانت المسألة مختلفة؟ والله أنا بالنسبة لي يمكن بدايتي مع الشعر كانت من وأنا طفل صغير جدا. كان عندنا الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي في القرية اللي أنا اتولدت فيها، وكان في لقاء، وكان في الإعلام الكبير عبد الرحمن علي في الوقت ده رحمة الله عليه. فأنا كنت طفل صغير كده وتسللت من بين الصفوف وقعدت أنصت للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، و اتلطشت يعني بالتعبير العامي كده. ومن يومها وأنا مهتم ومهموم بهذا المجال، بشعر العامية. بشعر العامية. طيب احنا معانا الأستاذ مصطفى من اسكندرية. ألو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أستاذ مصطفى. من اسكندرية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طبعا أنا سعيد إن بنشوف الشباب وتشجيع الشباب بالنسبة للمنتديات الثقافية، وخاصة قناة النيل للثقافة، على أساس إن ده بنشجع الشباب على الشعر والعودة إلى الزمن الجميل، أيام الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي وأيام الأستاذ فاروق شوشة وأيام الشاعر الكبير أحمد شوقي. وطبعا احنا بنشجع الشباب اللي طالع، بس دي ما زالت ايام عبد الرحمن الأبنودي يعني. بالخصوص بالذكر الاستاذ رضا عفيفي على اساس ان انا من اسكندريه ومنحاز لاسكندريه. ان هو يعني فاز في مسابقه كان المعهد جوده الالماني، وكذلك فاز في مسابقه اللي هي خاصه بيوم الارض في فلسطين. مظبوط. فطبعا مش هنقول لا كرامه لنبي في ارضه بعد ما حضرتك يعني اشتركت معاهم او شاركتهم في البرنامج. فاحنا طبعا بنشكر برنامج نت كافيه او الثقافيه كافيه وقناه النيل الثقافيه على استضافه الشعراء. من قبليهم كان بعض المطربين، وكان من قبليهم طبعا المجموعه من الشباب اللي هو الواعد. فطبعا دي حاجه كويسه لينا كشباب، وبنسعد بالحاجه دي وللامام دايما. وشكرا على الاستضافه. شكرا ليك. شكرا على كده. شكرا. بس انا عايز اقول حاجه الحقيقه، ان احنا في قناه النيل الثقافيه مهتمين بكل الابداعات الشابه. بنقدم كل من لديه موهبه حقيقيه، بصرف النظر عن مساله الحصول على الجوائز من عدمه، لان في مبدعين حقيقيين لم يحصلوا على جوائز على الاطلاق. في النهايه
اللجنة التي تمنح الجائزة